عسلامة ومرحبا بكم في قناتي كانفا بالتونسي. عسلامة يا جماعة ومرحبا بكم في قناتي كانفا بالتونسي. فيديو اليوم باش يكون تكملة للفيديو السابق اللي صممنا فيه أوراق الملاحظات. إذا كان ما تفرجتوش ننصحكم تتفرجوا فيه الأول، من بعد ترجعوا للفيديو هذا تتفرجوا فيه. كيف العادة حضر تليفونك ومشروبك المفضل ونبداو مع بعضنا. ما تنساوش تعملوا اشتراك في القناة واعملوا جيم إذا عجبكم المحتوى وتحبوا تطوروا من رواحكم باش تشجعوني نزيد نعلمكم نصمم منتجات رقمية مطلوبة برشا في السوق الرقمي. أول حاجة ننزلوا على 3 نقاط الفوق باش تتحللنا مجموعة من الاختيارات. ننزلوا على بارامتر ومن بعد ننزلوا على ajouter des repères. نختاروا sur mesure ونعدلوا فيها عدد الخانات أو كولون إلى زوز ونخليه الباقي كيف ما هو. وكما تراو الصحة انقسمت إلى زوز أجزاء متساويين. الفزة هذه تعاوننا باش التصاميم الزوز يكونوا بنفس القياس. وكما تعلمنا في الفيديو اللي فات يلزمنا نزيدوا للتصميم متاعنا عناصر باش يزيدوها رونق وجمالية. ننزلوا على إيليمون ونختاروا العناصر المناسبة للتصميم الأول متاعنا. أنا اخترت التصويرة هذه ومن بعد باش نختار خلفية مناسبة وانتم اختاروا كيف ما تحبوا. أنا اخترت هذه خاطر عجب لي لون النوار اللي فيها. نركحها في بلاصتها ونعمل لها دوبليكي ومن بعد نجمعهم مع بعضهم ونوزعهم على كامل التصميم كيف ما تشوفوا. وتوا من إليمون اللوجة على شكل مربع. نحلوا على كامل التصميم. نبدلوا اللون للأبيض ونركحلوا الكوان باش يكونوا أغوندي شوية. في الباغ ميتوتا ننزل على كالك باش نلوج على تصويرة الطفلة اللي اخترتها من اللون. نركح لها البوزيسيون متاعها ونافون بلان ونركحها بالكدا في بلاصتها. لهنا باش نزيدوا عنوان للتصميم. ننزلوا على تكست وننزلوا لهنا ونكتبوا to do list. نركحوها الفوق وتنجموا تبدلوا نوعية الخط متاعها كيف ما تحبوا. وتوا باش نزيدوا الأسرة من elements. نلوجوا على خط متقطع ننزلوا عليه باش ينضاف عنا في التصميم. نعدلوا عليه باش يكون متناسق ونعملوا له دوبليكي على كامل التصميم. وكان لاحظتوا
اللي المسافة بين الأسطرة يلزمها تكون متساوية باش التصميم يكون متناسق ومرتوب. وتوا من إليمان لوجوا على شكل دائرة. نصغروا فيها شوية ونعملوا لها تري هكا. نحيوا لها الكولور باش يكون ترانسبارون. من بعد نعملوا لها دوبليكي قدام الأسطرة الكل. وهكا نكونوا كملنا التصميم الأول باش نبداو في الثاني. نزيدوه خلفية مزيانة وكيوت. أنا اخترت هذه نركعها لفوق كما تشوفوا ونوزعها على كامل التصميم. بعد نعمل دوبليكي للمستطيل الأبيض هذا ونزيدو لهنا، والستر المتقطع زادة ونعملو دوبليكي على كامل التصميم. وتوا باش نزيدو تصاور مزيانين نزينو بها التصميم متاعنا. أنا اخترت هذم وانتم أبدعوا كيف ما تحبوا. ريتو مسهلها الحكاية؟ وما تخافوش، بالممارسة والتطبيق تتعودوا ويسهل عليكم التصميم وتوليوا تبدعوا وتتفنوا كيف ما تحبوا. وتوا باش نوريلكم طريقة تصميم ستيكي نوتس اللي يبداو هكا صغرونين وفي شكل مربع. باش نكملوا على نفس الصفحة هذه وتنجموا تخرجوا من التصميم هذا وتختاروا من الأول مقاس A4 كيف ما وريتكم في الفيديو اللي فات، خاطر الباج هذه راهي A5. باهي، أول حاجة نختاروا من لي زيليمون بشكل مربع ونعملوا له دوبليكي على 6 مرات ونبدلوا له اللون متاعو إلى ألوان مختلفة على ذوقكم المزيان بالطبيعة. بعد باش نزيدوا عناصر أخرى، أنا اخترت هذيا لكن بعد باش نفسخها خاطر باش نلقى واحدة أخرى مناسبة أكثر للتصميم متاعنا. بعد نعاودو نجيبو شكل مربع نبدلو له اللون متاعو إلى الأبيض. ما تنساوش تعدلوا له البوزيسيون متاعو ونعملوا له دوبليكي فوق المربعات الملونين، وكيف كيف نركحوا البوزيسيون في كل مرة. لهنا لقيت التصويرة اللي قلت لكم عليها بكري باش نحطها في بلاصة هذوما نبدلها اللون في كل مرة حسب لون المربع اللي موجودة فيه. لهنا باش نزيدوا تصاور مزيانين وصغرونين باش نزينوا بيهم التصميم متاعنا. أنا لوجت على تصور قطاطس وانتوما اختاروا اللي يعجبكم وعلى ذوقكم بطبيعة.
باش نركحهم مع تصميم ونحاول يكونوا بنفس ستايل باش يكون التصميم نتاعنا متناسق ومرتوب. وما بقالنا توا كان تيليشارجيوه بصيغة PDF امبريمي مش PNG. التصميم هذا تنجموا تبيعوه على إتسي وإلا جامرود وإلا تبدأوا به سمول بزنس مدار ويكون بيرسوناليزي على ذوق الكليون تاعكم. إن شاء الله نكون فتكم ولو بالقليل. وإذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. أتوتوت باي باي.